ودلوقتي لو ضربنا مثل لمؤشرات الأداء حسب المراكز، فالمدافع مش بس بنقيس له قطع كام كورة، لكن بنقيس له كمان التوقعات في قطع التمريرات، نسبة الفوز بالالتحامات الهوائية، قدرته على نقل الكورة من الدفاع للهجوم. أما لو اتكلمنا عن لاعب نص الملعب، بنقيس له دقة التمرير في تلت الملعب الأخير، سرعة استعادة الكورة بعد فقدانها. أما بالنسبة للمهاجم فالأهداف مش كل حاجة، عندنا مقياس مهم جدا اسمه الاكس جي أو الأهداف المتوقعة. عندنا كمان جودة التسديدة نفسها على المرمى، لكن ظهر عندنا ثورة جديدة جدا في المقاييس الخاصة بقياس مؤشرات الأداء. عندنا مقياس اسمه البي بي دي اي أو الباس بير ديفنسيف أكشن، بنقيس الفريق بيسمح للمنافس بكام تمريرة قبل ما يضغط عليه ويقطع الكورة. عندنا كمان التمريرات المفتاحية أو الكي باس، ودي بتكون التمريرة اللي بتؤدي لتسديدة مباشرة على المرمى. عندنا نوع تاني اسمه البروجريسيف كاريز، يعني المسافة اللي بيقطعها اللاعب بالكورة في اتجاه مرمى المنافس.